مساء الخير. دي المحاضرة رقم 1 في كورس التيك توك ادز اللي بشرح فيه ازاي تقدر تنشئ اعلانات ممولة. في المحاضرة دي هشرح لك ازاي تقدر تنشئ بزنس مانجر او مدير اعمال على تيك توك، وتنشئ من خلاله عدد لا محدود من الحسابات الاعلانية، بس طبعا بيكون على حسب انت موثق ولا لا. فقبل ما نبتدي حابب بس اعرفك بنفسي. انا كرولوس، شغال في الميديا باينج والتسويق بقالي 3 سنين، اشتغلت مع براندات كتير جدا في مصر والخليج، وده كورس من مجموعة كورسات انا عاملها: كورس ازاي تنشئ متجر الكتروني احترافي، وكورس ازاي تعمل اعلانات ممولة على التيك توك، كورس التسويق الشامل. فكل الكورسات دي هتلاقيها في البلاي ليست عندي. لو انت لسه اول مره مبتدئ فيفضل ان انت تشوف الكورسات اللي قبل كده. ولو انت حابب نمسك شغل مع بعض او عندك اي استفسار او عندك اي مشكله، تقدر تكلمني على الفيس او على الانستا، هتلاقي اللينك بتاعهم في الوصف تحت، او تقدر تسيب الاستفسار بتاعك في كومنت وانا برد على كل الناس. وبس كده، خلينا نبتدي. اول حاجه، انت بعد ما بتبحث عن التيك توك بيزنس مانجر، انا ممكن اسيب لك كمان اللينك تحت، اي دخلك على واجهه زي دي بعد ما انت تنشئ حساب. تمام؟ انشاء الحساب سهل جدا، يعني مش محتاج اي حاجه صعبه، هو سهل. انت اول ما بتنشئ بيكون دي الواجهه ظاهره قدامك، تبدا تدوس هنا على كرييت نيو. هيقول لك هل انت شركه ولا انت ادفرتايزر، يعني شخص واحد. فانت هتقول له لا انا ادفرتايزر. لو انت شركه هتعلم انت ايه شركه، فانا اقول له انا ادفرتايزر واحد. هيقول لي عايز بيانات الشركه او كلام من ده. فانت لو انت مش ظاهر عندك هنا حاجه، فانت تدوس كرييت نيو. تمام؟ وتبدا بقى تضيف هنا الويب سايت، وتبدا تضيف البلد اللي انت فيها، وتبدا تضيف اسم البيزنس والاندستري والكلام ده كله. ماشي؟ فانا هنبدا جينا من الصفر مع بعض. هنا اليو ار ال ده هتحط اللينك بتاع المتجر بتاعك لو انت عندك متجر الكتروني، او لينك الصفحه او اي حاجه. تمام؟ انا هنا مش هحط، بس هو ريكومندد انت افضل تحط. هيقول لك هنا اسم البيزنس، فانت مثلا هتكتب كرولوس مثلا بيزنس. تمام؟ هنا رقم التليفون، فانت هنا هتضيف رقم التليفون بتاعك. هنا اندستري الاول. اندستري هنا بيقول لك انت المجال بتاعك يعتبر ايه من المجالات دي. تمام؟ فانت هنا هتضيف هتختار المجال بتاعك، يعني مثلا اكسسوارز، يعني مثلا اكسسوارز او ابز اند سوفت وير، يعني انت هتختار بقى. مثلا هنقول ان احنا على سبيل المثال اكسسوارز، فهناخد دي. تمام؟ وهيقول لي ضيف هنا ايه رقم التليفون، انا هضيف له رقم التليفون، وده الايميل بتاعي. تمام؟ هنا يقول لي التوقيت، فانت تختار التوقيت من هنا. انا مختار الكارير وان انا عايش في مصر هنا، وهتعلم على الاثنين دول. ويقول لي عايز الاسم الحساب الاعلاني بتاعك ايه، فانا سايبه زي ما هو كرولوس، وادوس كونفيرم. هيقول لي ان الاسم ده مستخدم قبل كده، فانا هقول له اضيف مثلا اي ارقام اي حاجه كده. بقى انا عندي بزنس مانجر اهو. تمام؟ وتحته الحساب الاعلاني اللي هو ده. هيقول لي انت عندك حساب تيك توك حابب تربطه، ولا انت يعني انت عايز تعمل حساب تيك توك جديد تربطه بالبزنس مانجر ده، ولا انت عندك كده اصلا. فانا لو انا عندي هختار عندي، لو انا ما عنديش هقول له ايه كرييت. تمام؟ او ممكن اقول له اسكيب دلوقتي، انا هعمل سكيب. تمام؟ وهعمل سكيب تاني. هيقول لي انت حابب تنشئ تيك توك بيكسل ولا لا. فانا عن نفسي هخليه في فيديو تاني عشان خاطر اشرح لك فيه ازاي تعمل تيك توك وتربطه بالمتجر بتاعك. تمام؟ فانا هقول له سكيب فور ناو واقول له كونفيرم. فانا كده بقى عندي، فهطلع بره كده بقى عندي بيزنس جديد اهو اللي هو اسمه كرولوس 484، وعندي حساب اعلاني اللي هو اسمه كرولوس 8 الكلمه دي. تمام؟ كده انا يعتبر عملت حساب اعلاني، عملت بيزنس مانجر على تيك توك، وعملت تحتيه حساب اعلاني على تيك توك. في الفيديو الجاي هبدا اقول لك ازاي اشرح لك كل الخدمات الموجوده في البيزنس مانجر، وازاي تقدر تعمل اعلانات من التيك توك. وكده يكون الفيديو خلص. لو انت استفدت معايا ما تنساش تشترك في القناه، ولو عندك اي سؤال او اي استفسار تواصل معايا، ولو حابب نشتغل مع بعض تواصل معايا على الفيس او على الانستا، وانا برد على كل الناس. وفي فيديو جديد. شكرا.